قبل ما نبدأ مسلسلنا ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. حكايتنا النهاردة بتبدأ مع سو، واللي بتكون بنت جميلة وذكية لكنها بتقع في حب مديرها في الشغل، واللي بيكون بيحب واحدة تانية لكنها بتتصدم لما بتعرف حقيقة الحب ده. وفي يوم بتكون في طريقها للشغل لكنها مستعجلة لأنها متأخرة على شغلها النهاردة، وأول ما بتوصل الشغل مديرها بيكون مستنيها وبيسألها عن سبب تأخيرها وبيكون متعصب جدا. وبنتنا الجميلة سو بتقوله إن كان عندها مشكلة في البيت خلتها تتأخر، وبتعتذر له لكنه بيقول لها المشاكل الشخصية ما تنفعش تأثر على الشغل، وبيعاقبها بشغل إضافي تعمله طول اليوم. وبعد ما سو بتخلص شغلها زمايلها في الشغل بيعرضوا عليها إنها تروح تسهر معاهم، لكنها بتقول لهم إنها مش هتقدر تخرج معاهم لأن عندها شغل إضافي هتسهر تخلصه. ركز معايا بقى في اللي جاي. وسو قاعدة في المطعم بتخلص شغلها، الجو بيبدأ يمطر بغزارة، وفي ست عجوزة بتدخل على سو المطعم، لكن سو بتقول لها إنهم خلاص قفلوا. فالست العجوزة بتقول لها إن مفيش أي مكان تاني تقدر تروح له حاليا عشان تتحمى من المطر، وبتوعدها إن أول ما المطر يقف هي هتمشي على طول. فسو بترحب بالست وكمان بتقدم لها أكل سخن وبتروح تكمل شغلها. لكن لما بترجع مش بتلاقي الست في المطعم، وبتكون سايبه لها كتاب ومعاه ورقة بتقول لها فيها إن مش معاها فلوس تحاسب على الأكل، فهتسيب لها الكتاب ده كحساب للأكل. فسو بتاخد الكتاب وبيكون مكتوب على غلافه هل أنت واقع في الحب؟ لكن وهي بتفتحه فجأة بتلاقي ليون صاحب المطعم في وشها وبيسألها سايبه الشغل وبتعمل ايه هنا؟ فبتقوله انها خلصت شغل وماشيه دلوقتي. فقال لها انه رجع لانه نسى حاجه في المطبخ ورجع يجيبها، لكن وهو في المطبخ بيكتشف ان في عيش بايظ، فبيرجع بسرعه وبيسألها اذا كانت اكلت من العيش ده، فبتقوله اكلت منه، وبيسألها لو حد تاني أكل منه، فبتقوله لأ هي بس اللي أكلت منه لأنها كانت جعانة. فبيقول لها إنه هيوصلها، وبيكون بيعمل كده لأن خايف تتعب في الطريق وما تلاقيش حد يساعدها، خصوصا إنها لو تعبت هو اللي هيتكفل بمصاريف العلاج لأنها شغالة عنده في المطعم. وأول ما سو بتروح البيت بتقابل الممرضة المسؤولة عن رعاية مامتها، وبتتفاجئ ان الممرضه بتقول لها انها عاوزه تسيب الشغل مع مامتها لان اسلوبها وحش جدا وبتعاملها وحش. فسو بتعتذر لها وبتقول لها ان مامتها مريضه ومش بتكون في وعيها وهي بتقول الكلام ده، وبتقول لها انها هتكلم مامتها عشان تحسن اسلوبها. فالممرضه بتقول لها ما تتعبش نفسها بالكلام لان مامتك عندها الزهايمر ومش هتفتكر اي كلام هتقولي ليها، وانها هتكمل شغل مع مامتها لانها بتحب سو. وتاني يوم وسو بنتنا الجميله رايحه الشغل بتلاقي جارها الشاب اللطيف وبيطلب رقم موبايلها وبيقول لها انهم ممكن يبقوا يخرجوا سوا، لكنها بتتوتر من كلامه وبتعتذر له لانها معجبه بحد تاني. واول ما بتدخل المطعم بتقابل انا، واللي بتقول لها ان طريقه لبسها غريبه مش زي البنات، وبتنصحها انها تغير من الستايل بتاعها عشان تلاقي اي شاب يحبها. وطبعا سو بنتنا بتتضايق من كلام انا لكنها بتسيبها وبتدخل شغلها. وفي وسط الشغل بتتفاجئ بشاب اسمه جين وبيقول لها انه فعلا معجب بيها وعاوز رقمها عشان يدعوها على العشاء، لكنه مش عايز يضغط عليها فهيسيبها تفكر من هنا للاسبوع الجاي. يا راجل امال لو عايز تضغط عليها كنت عملت ايه؟ وبعد شويه وسو لوحدها في المطبخ بيدخل مديرها وبيسالها عملت ايه في الكيكه اللي طلبها منها، فبتقول له انها خلصت وبتطلب منه يدوق حته منها، فبيلاقي طعمها مش حلو فبيطلب منها انها تزود السكر شويه وتركز في شغلها. وبتخلص سو شغلها، واول ما بترجع البيت بتمسك الكتاب بتاع الست العجوزه، واول ما بتفتحه بتلاقي في اول صفحه الكتاب بيقول لها انه هيجاوبها على السؤال اللي شاغل بالها، واللي المفروض تعمله انها تسال نفسها السؤال ده بصوت عالي وتفتح اي صفحه من الكتاب بشكل عشوائي وهتلاقي الجواب بيجاوبها. وسو بتكون مستغربه من اللي بيحصل، فسو بتغمض عينيها وبتسال اذا كانوا الاتنين اللي قالوا انهم معجبين بيها النهارده بيحبوها فعلا ولا لا. وفتحت صفحة من الكتاب لقيته بيقول لها ان ده مش مستحيل. وتاني يوم بعد الشغل بتقعد مع زمايلها وبيشربوا سوا، لكن سو بتتقل في الشرب وبتخرف بالكلام وبتقول ان شباب كتير بيقولوا انهم معجبين بيها الايام اللي فاتت، لكن الشخص اللي هي معجبه بيه معجب ببنت تانية. فليون بيقول ان سو سكرت ولازم تروح وبياخدها في عربيته عشان يروحها، لكن في الطريق سو بتلاقي صورة ليون في العربية فبتاخدها وبتفضل حضنها وبعدها بتفقد الوعي. فليون بيشيلها لحد ما بيوصلها بيتها، وتاني يوم لما بتصحى بتكون مش فاكرة اي حاجة من اللي حصلت، وبتسأل ممرضة والدتها هي ازاي وصلت هنا، فبتقول لها ان في شاب وسيم وصلها امبارح بالليل. فسو بتتحرج جدا لانها بتعرف ان ليون هو اللي وصلها. وتاني يوم سو بتكون في الشغل وبتجهز تورته جديده من اختراعها، وليون بيدخل يدوقها وبيقول لها ان دي افضل كيكه كلها في حياته، وبيطلب منها تحطها في العرض للزباين. وشويه وسو بتكون جنب مكتب ليون وبتسمعه هو بيكلم انا وبيقول لها انها لازم تاخد رايه قبل ما تقرر اي حاجه،
وازاي تقرر انها تسافر تكمل دراستها في امريكا من غير ما تقوله. وطبعا بنتنا سو بترمي الفرحة لما بتعرف ان انا هتبعد عن ليون. وبعدها بتكون في المطبخ وليون بيدخل عليها وبيقول لها انه مروح دلوقتي وممكن يوصلها في طريقه، فبتقوله انها هتروح لوحدها، لكنه بيرفض وبيقول لها انهم محتاجين يتكلموا عن اللي حصل ليلة امبارح. فسو بتفتكر لما اخدت صورته من العربية وحضنتها، وليون بيقول لها انه مستنيها في العربية وبيحط عجلتها في عربيته، لكنه فجأة بيلاقي أنا ركبت العربية. وليون بيطلب منها إنها تنزل لكنها بترفض لأنها لسه ما خلصتش كلام معاه. فسو بتتحرج وبتضطر تروح البيت لوحدها. دي كمان بتتكسف تقوله تنزل لها العجلة عشان تروح بيها، ورجلها بتألمها جدا وهي مروحة لمسافة طويلة. لكن في الطريق بتلاقي عربية ليون قدام كافيه، فبتحاول تفتح الشنطة عشان تاخد عجلتها، لكن هوب الباب مقفول وإنذار العربية بيشتغل. فبتقرر سو إنها تهرب بسرعة قبل ما حد يشوفها. وأول ما بتروح البيت بتترمي على السرير من التعب، لكن في حد بيخبط على شقتها، فبتقوم تشوف مين وبتلاقي إن ليون ومعاه واحد من الكافيه اللي كان سهران فيه، وبيقول لها إن ليون تقل في الشرب وطلب منه إنه يوصله على العنوان ده. وليون فجأة بيقول لسو إنه معجب بيها من زمان وعايز يرتبط بيها. فسو بتقول له إنه دلوقتي عاوز يرتبط بيها عشان آن مسافرة أمريكا، فبيستغرب إزاي عرفت بموضوع سفر آنا ده، فبتقول له مش مهم وبتطلب منه يروح لبيته، لكنه بيقول لها إنه في انتظار ردها على طلبه. وتاني يوم وسو في طريقها للشغل بتقابل الشاب اللي قال إنه معجب بيها قبل كده، وبتلاقيه واقف مع بنت تانية. ولما بتوصل الشغل بتلاقي ليون قاعد مع آنا، وجارها جين اللي قال لها انه معجب بيها قاعد مع بنت تانية، وحاجة يعني كده كلكم مصطفى ابو حجر. وطبعا بنتنا سو بتكون مصدومة من اللي بيحصل، ولما بتخلص الشغل بتروح المستشفى عشان تطمن على مامتها، لكنها بتعرف ان مفيش تحسن في حالتها الصحية. فسو بتشكر الممرضة على شغلها وبتكون حزينة جدا على والدتها. وبالليل وهي في طريقها للبيت بتلاقي 2 شباب بياعين بيرخموا عليها وعاوزين يقفوا معاها بالعافية، لكن ليون بيظهر فجأة وبيضرب الشابين دول، وبيركب سو عربيته وبيقول لها انها ما ينفعش ترجع البيت في وقت متأخر زي ده. وتاني يوم الصبح ليون بيكون مستني سو قدام بيتها، واول ما بتنزل بيقول لها انه هيوصلها عشان يتأكد ان مفيش حد هيضايقها في الطريق. وبتكون شغالة في المطعم وبتسرح في ليون وهي بتسأل نفسها هو ليه بيعملها بلطف كده، وهوب بتشم ريحة حاجة بتتحرق في الفرن والمطبخ بيولع، فبتنده على ليون فبيجي عشان يطفي الحريق، لكنه بيتصاب وبيغمى عليه والإسعاف بتنقله المستشفى. وسو بتوصله المستشفى وبتفضل جنبه لحد ما بتتأكد انه بقى كويس، وأنا بتيجي تاخده من المستشفى. ولما سو بتوصل المطعم بيسألوها عن ليون إذا كان كويس، فبتقول لهم انه وسيم وذكي ومحترم جدا، فبيسألوها عن صحته عشان الحريقة اللي حصلت، فبتقول لهم ان ليون طلب يرتبط بيها، لكن ازاي وهو مرتبط بآنا؟ فواحد فيهم بيضحك وبيقول لها ان ليون وآنا يبقوا اخوات توأم. فسو بتقول ازاي الكلام ده اللي يشوفهم يتأكد انهم مرتبطين. فالشاب بيقول لها هما بيتعاملوا انهم قريبين من بعض لانهم توأم وطول عمرهم مع بعض، وبيقول لها ان اصلا ليون واضح عليه من زمان انه معجب بسو لكنك مش واخده بالك. فسو بتروح بيتها وبتكون مستغربة إذا كان ليون فعلا معجب بيها، وبتسأل نفسها هي المفروض تتصرف إزاي، وبتفتح الكتاب. فالكتاب بيقول لها إنها لازم تصبر شوية، لكنها مش بتفهم معنى اللي بيقوله الكتاب. وتاني يوم لما بتوصل الشغل ليون بيقول لها إذا كانت فكرت في عرض الارتباط اللي عرضوا عليها، فبتكون محرجة وبتقوله إنها لسه بتفكر وبتسيبه وتمشي. وشوية وأنا بتنادي على سو وبتعرفها إن في مدرسة كبيرة في اليابان عاملة منحة للطلاب اللي حابين يدرسوا صناعة الحلويات في اليابان، وبتقول إنها رشحت سو، وكمان ليون عنده عرض إنه يبقى مدرس هناك، وبكده ممكن يسافروا سوا. فسو مش بتكون عارفة ترد إزاي خصوصا مع مرض والدتها. فليون بيقول لها تاخد وقتها في التفكير وما تتسرعش، وكمان لو هي ما راحتش هو كمان مش هيروح. وبعد تفكير كتير بنتنا سو برضه مش بتعرف تاخد قرار، فبتقرر إنها تسأل الكتاب وبتقول له إنها المفروض تعمل إيه، لكن المفاجأة إنها بتكتشف إن الكتاب فاضي وكل صفحاته بيضة. وليون بينده على سو بيكون معاه شخص غريب وبيطلب منها تجيب له قطعة من كيكة العسل اللي هي عملتها، فبتجيب له فعلا قطعة، والشخص ده بيدوقها وبيقول فعلا ممتازة وأكيد مقبولة. وسو مستغربة بتقول له مين ده وأنا اتقبلت في إيه؟ فبيقول لها ان ده مندوب المنحة اليابانية، لكن سو بتقول له انها قررت انها مش هتسافر اليابان. فبيسألها عن سبب رفضها لكنها مش بترضى تجاوبه وبتخرج من المطعم. وشوية والجو بيمطر، فسو بتفتكر الست العجوزة اللي ادت لها الكتاب وبتدخل تدور على الكتاب لكنها مش بتلاقيه. فبتسأل ليون عن الكتاب، فبيقول لها ان في ست عجوزة جت واخدت الكتاب معاها وقالت انه بتاعها وانك كنت مستلفة منها. والممرضة بترن على سو بتقول لها انها كانت مع والدتها لكنها غابت عنها دقيقة واحدة، ولما رجعت ما لقيتش مامتها. فسو بتتفزع على مامتها. ولما بتروح المستشفى ليون بيتصل بيها وبيقول لها ان في ست كبيرة هنا
وبتسأل عليكي. فسو بتروح المطعم تاني وبتلاقي ان الست دي هي والدتها، فسو بتاخد والدتها وبتمشي، وليون بيعرض عليهم انه يوصلها لكنها مش بترضى، وبتشيل امها وبتروحها البيت وبتغسل رجليها لانها كانت ماشيه من غير حذاء طول الطريق. وتاني يوم سو في الشغل بتكون سرحانة وبتفكر في ليون، وفجأة بتلاقي ريحة دخان جاية من الفرن، وبيطلع إنها كانت ناسية تورتة كانت عاملاها للزبون. ولما بيوصل الزبون بيتعصب جدا لأنه مش هيعرف يستلم التورتة النهاردة، وخصوصا إنه طالبها من أسبوع. فليون بتعتذر له وبتقول له إنها هتجيب له تورتة من مكان تاني وكمان هترجع له فلوسه. وبعدها بيسأل هو عن سبب انها سرحانه دايما، فبتقوله انها مش بتبقى مركزه طول ما هو جنبها، وبتعترف له انها بتحبه لكن حبها ليه مخليها ضعيفه وهي عمرها ما كانت ضعيفه، وبتطلب منه انها تستقيل من الشغل. لكن ليون بيرفض وبيقول لها اذا كان وجوده هو السبب فهو هيسافر اليابان ويسيب المطعم. وفعلا تاني يوم وسو في الشغل بتشوف ليون وهو بيلم شنطته ومسافر، لكنها مش بتقدر تودعه. وبتعدي شهور، وفي يوم بتسمع سو من انا ان ليون رجع لكوريا من فتره، فسو بتفهم ان ليون مش هيروح المطعم بسببها، فبتستنى لما تخلص شغل وبتروح له البيت وبتسيب استقالتها قدام باب بيته. لكن تاني يوم وهي خارجه من بيتها بتلاقي الكتاب قدام بيتها، فبتقرر تروح تقابل ليون. واول ما بيشوفها بتقوله انها موافقه على الارتباط منه، فبيحضنها وبتكون فرحان بيها. وبكده بتبدا قصه حب جميل. والاجمل كمان انك تشترك في القناه عشان تشوف ملخصات جميله زي دي يا صديقي الجميل. الفيلم ده لخصته ميرنا النجار، وطبعا مستنيه رايكم في التعليقات. ولو حابين نلخص اي فيلم او مسلسل معين اكتبوا لنا اسمه في التعليقات. وما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.